سلام البنات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. احنا على مقبلين على عيد المولد النبوي، وبغيت ندير معكم واحد الوصفه ديال التقنته. انا مشهوره بها المنطقه الشرقيه، كيديروها بزاف وجده وبركان. المهم هنايا في المقادير عندي بعدا هنا نص لتر الزيت. انا المقادير درت هنايا نص لتر الزيت ونص كيلو ديال الدقيق مع واحد الرشه ديال الملح. هادو المقادير الاولين، وعاد غادي نزيد المقادير الاخرين. المهم تنطيب هاد الدقيق مع الزيت، راه كتجي زوينه. هادي كيديروها في الصوابع، يعني في اللي عندهم اللي كيديروا السبوع، ملي يعني في النفيسه، يعني كيديروا في 3 ايام والسبوع. المهم التقنته كتجي فيها فواكه الجافه. المهم كيجي زين، كيديروه باللوز، كاين اللي يديروه بقاوقه، وكاين اللي مع الزنجلان. المهم غادي تشوفوا معايا المقادير شنو غادي ندير فيه من بعد. المهم كنحرك هذاك الدقيق مع الزيت، كتحركو مزيان باش ما كيبقاش داك التكتلات وداك يعني داك الحبيبات ديال الدقيق. تحرك هذاك الدقيق مع الزيت مليح، وما ننساش واحد الرشيشه ديال الملحه. المهم كتخلطو مليح حتى كيولي هكا بحال داير بحال الخليط ديال الكيكه. المهم كديروه على البوطه مع الاستمرار ديال التحريك، يعني ما تغفلوش عليه. راه الا غفلتوا عليه يقدر يلصق الدقيق، كيلصق في الاناء، في الاناء من التحت يعني. المهم راني نحرك ونوري لكم مليح، تشوفوا راه كيجي على هذا الخليط هكا. دابا غادي نديرو على البوطه رشيشه ديال الملحه على حساب الذوق. المهم كتستمروا بالتحراك، كديروا على البوطه. دابا راني درت على البوطه، كتستمروا بالتحراك، ما تغفلوش عليه، راه كيلصق من التحت. داك الدقيق راه كيلصق في الاناء ديال الطنجره. المهم الا كنتو كديروا شي شغال قدامكم على البوطه كطيبوا ولا شي حاجه، تقدروا ديروا قدامكم وانتم كديروا الشغال وانتم كتحركوا. المهم ما تغفلوش عليه. انا راني زربت شويه الفيديو هكاك. المهم راه جاب لي انا الوقت على حساب نص ساعه وانا كنطيب فيه. المهم في الاول راه كيكون جاري، ومن بعد عاوتاني كيبدا يقصح. راه هاك تشوفوا راه قصح هكا شويه. المهم ملي كيبقى يطبخ يعني ولا كيغلي، المهم داك الخليط كيقصح. وما واخا تشوفوا هكا قصح ما تخافوش منه، راه مزيان. وحاولوا تبعدوا وجهكم، راه كيبقى يطير داك الزيت كيحرق. المهم كتبقاو تحركوا راه حتى كيولي عاوتاني كينطلق الخليط، كيولي جاري كما الاول، كما في الاول. المهم ملي كيولي جاري راه صافي كيبدا يتبدل له اللون ديالو، كيبدا يولي اللون ديالو مبدل، ما كيبقاش دقيق بيض. يعني تما كتعرفوه طاب. وانتم ديك الساعات ملي كتشوفوه ولا بني ولا بغيتو تخليه تيولي قهوي، بغيتو تخليوه شويه ناصح. المهم نتوما على حساب اللي بغيتو. نتوما بغيتو شويه يغمق اللون ديالو كتخليوه على البوطه وكتبقاو تحركوا. المهم في ديك اللحظه هذيك خصكم تبقاو تستمروا في التحريك، ما تحيدوش يديكم من الطنجره، يعني كتبقاو تحركوا بالزربه، ما كتحركوش في واحد البلاصه وتخليوه واحد البلاصه. المهم كتحركوا على الاناء كامل. القاع ديال الاناء خصو يكون يتحرك كامل باش ما يبقاش واحد الجهات تلصق لكم ولا. المهم التقنته كتجي بنينه وكتجي يعني وفيها يعني داك يعني فيه كتكون فيها القوقه ولا اللوز ولا. ومهم الجنجلان ضروري. المهم كيجي بنين راه، وفيه فائده يعني
بالنسبه اللي بغى يزيد في الوزن راه فيه فائده ديال التقويه يعني. راكم تشوفوا الخليط يعني دابا راه ولا جاري، شتي ولا ما بقاش قاصح. هنا اللون ديالو راه تبدل، ما بقاش اللون ديالو، راه غير مع الكاميرا ما كتبينش مزيان. التليفون راه عندي شويه ناقص، كيبينش يعني الحاجه على طبيعتها. المهم نتوما كتستمروا في التحريك باش ما يلصق. المهم ملي كتحيدوه على البوطه وكتخليوه يبرد. بغيتو تخليوه حتى مثلا درتو في العشيه تخليوه حتى الصباح عاد ديروا فيه هاد الخليط هاد المقادير هادي. المهم انا خليته برد وبقى دافي شويه، غير دافي. المهم قيستو بيديا يعني ما تيحرقش يدي، دافي وصافي. هاكم تشوفوا حتى الزيت طلعت من فوق. يعني ملي كتخليه حتى كيبرد راه داك الدقيق كيهود لتحت كيرصي، والزيت كتبقى من الفوق. ها نتوما راكم تشوفوا الزيت طالعه فوق هذاك الدقيق اللي طابوها. اللون ديالو راه كيبين اللون ديالو قهوي. انا درت كاس ديال السكر. نتوما الحلاوه على حسب الذوق، بغيتو ديروا كاس صغير ولا ديروا كاس كبير. المهم هو راه جا زايد شويه في الحلاوه، يعني اللي كيبغي الحلاوه راه هو هذاك على حسب الوليدات الصغار الا كانوا يبغيو الحلاوه راه زين. بغيتو تنقصوا من الحلاوه تقدروا ديروا غير نص كاس. المهم انا درت كاس ديال قوقاو او فول سوداني، حمرته وهرمشته شويه، يعني غير ماشي مطحون مليح، ماشي طحون، ما طحنتوش بزاف يعني غير شويه. وكاس الجنجلان مطحون وكاس الجنجلان ما مطحونش. هادشي اللي درت. المهم كاس ديال السكر سنيده انا طحنتها. تقدروا ديروا سكر كلاصي الا كانت سنيده غليظه بزاف، ديروا غير سكر كلاصي احسن. المهم كتخلطوا مزيان داك المقادير. من بعد عاد كان يعني كتخلط مزيان وصافي. هو هذا راه كيكون وجد. ملي كيرقد شويه راه كيطلع من فوق منه الزيت، كيجي على هاد الحساب هكايا. انا خليته بايت في الطنجره حتى برد مزيان، ما خليت فيه المعلقه ودت لتحت. ايوا هادشي اللي كاين. المهم راه كيجي بنين، كيجي مزيان. وبصحتكم وراحتكم، وخليتكم على خير حتى الفيديو ان شاء الله واحد اخر. شكرا لكم على المتابعه، وشكرا اللي كيجي عندي قديم وجديد، ومرحبا بكم في اي وقت. وشكرا على التشجيع ديالكم، وشكرا اللي كيديرني في المنتدى. شكرا لكم بزاف البنات المصريات. شكرا الله يخطيكم بزاف. نسيت السميه ديال ام عبدو، يمكن ام عبدو اللي كديرني في المنتدى. شكرا لها بزاف، الله يخطيكم وبالسلامه عليكم.